السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه العائله الوليدات؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما خصكم حتى شي خير ان شاء الله. ومن جديد مرحبا بكم معايا في قناتكم الممتحده ووصفه جديده. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا الكلاصاج ديال الكاطو د فريز، كاطو كلاصي اللي غادي نوجدوه بطريقه سهله وبسيطه وان شاء الله غادي ننجح معكم. وكيف كتشوفوا معايا في الصوره راه جا كلاصاج زوين وجا لامع بزاف، جا غزال. تبعوا معايا المراحل وان شاء الله حتى نتوما غادي تنجح معكم الوصفه. وان شاء الله لي غاتو كلاسي ولا لي غاتو ديال لانيفرسير ما تبقاوش تشريوهم على برا، لان كنشريوهم بآلة ثمنه غاليين وهي كتقام علينا رخيصه الا صيدناها في الدار. دونك على بركه الله غادي ناخذ واحد جبيبينيه غنديروا فيها نعمروها الماء وغنديروا فيها 3 الوريقات ديال الجيلاتين فئه 3 غرام. يعني الا خديتي جيلاتين بودر غادي تاخدي 9 غرام او 10 غرام. وبالنسبه للجيلاتين بودر الا بغيتي تستعمليه راه كل غرام كنستعملوا فيه 30 غرام ديال الماء. هذه كنصيحه. من بعد كناخذوا واحد الكاسرونه كنديروا ليها 200 غرام ديال السكر وكنضيفوا عليه 100 غرام ديال الماء. كنحطوه فوق نار مهيله وكنبقاو نحركوا حتى كيذوب لينا هذاك السكر. كنحركوا جيدا ومع المراقبه ضروري تحركي باش ما يدهروش لينا دوك التكتلات وباش ما يلصقش لينا. وضروري خص تكون البوطه مهيله، كنانسيستي البوطه راه خصها تكون مهيله بزاف باش ما يتحجرش لينا الخليط، حيت كلنا عارفين ان السكر مع الماء الا فات الطياب ديالو راه هو كيتحرق لينا. صافي ملي كيبداو يبانوا لنا هاد الفقاعات كنحبسوا الطياب. الا عندك الميزان ديال الحراره كنعبروا 103 درجه حراريه صافي وكنطفي البوطه. كنحيدوا الخليط من فوق البوطه وكنضيفوا عليه 100 غرام ديال الكريم فريش. كنحركوه مزيان وكنزيدوا نعاودوا نضيفوا عليه ثاني 150 غرام ديال الشوكولا بيضاء نوعيه جيده، او ممكن تستعملي غير كالا. صافي كنبقاو نحركو مزيان حتى كيذوب لينا الشوكولات. ضروري خاص يذوب لينا هاد الشوكولات مزيان، ما يبقاش لينا حتى شي حاجه في الشوكولات. المهم انت كتخلطي، ولكن من بعد راه حنا غادي نصفيه باش لا بقات لينا شي حاجه راه كتحيد مع الصفاي. ملي كيذوب لينا الشوكولات كنعصروا هذاك الجيلاتين اللي خليناه يرطب وكنضيفوه للخليط. كنعصروه مزيان ما يبقاش فيه الماء وكنضيفوه للخليط. ضروري خص الخليط يكون باقي سخون. ماشي خصنا في هذه المرحله هذه خصنا نخدموه بسرعه، تكون ايدينا خفيفه. صافي كيذوب لينا الجيلاتين كتاكدوا ان الجيلاتين داب لينا. كنضيفوا واحد نصف معلقه ديال الملون الخاص بالشوكولا. هنا خديت ملون احمر بطبيعه الحال لان الكاطو اللي غادي نديرو ديال الفريز. صافي كنبقاو نحركو مزيان وكنضيفوا واحد النكهه، اما نكهه الفريز اما نكهه الفرامبواز. هنا انا تقطعت لي الوقت اللي ضفت النكهه، انا ضفت النكهه ديال الفرامبواز. وكيف قلت لكم من قبل اون فوا كنساليو هاد الوصفه هذه كناخذوا اناء اخر وكنصفيو فيه باش ما يبقاش لينا، نتاكدوا ان ما كاين حتى شي تكتلات اللي غادي تخسر لينا الكلاصاج، حيت لا بقات شي حاجه غتخسر لينا الكاطو في الاخر. صافي هنايا ملي كنكملوا كناخذوا السلوفان وكنحطوه على وجه الوصفه، كنحطوه على وجه هذا الكلاصاج، كنلصقوه معاه مزيان وكنحاولوا ما نخليوش الفراغ. كيف غتشوفوا معايا في لا فيديو انا راه متقله بشويه باش يبان لكم كيفاش كنحط انايا هذاك السلوفان. كنحطوه على وجه الكلاصاج. معليش انا كنشرح وصفه بالنسبه للمبتدئات. دونك هنايا كنحاولوا ما امكن كنضغطوا على الجوانب وما كنخليوش داك الهواء يدخل لينا لهذا الكلاصاج هذا. كنحتفظوا به الثلاجه حتى كنبغيو نستعملوه الوقت اللي بغيتي كتستعمليه. نتوما كيف شفتوا هنا ملي بغيت احتاجيتو جبدتو. شوفوا الشكل ديال الكلاصاج كي جا، راه جا هائل، جا زوين ولامع. هنا ملي كنحتاجو اما كتدخليه الميكرو اوند اما كديريه الباماغي. انا كنفضل ندير الباماغي. اما كتشوفوا شوفوا كيفاش جا هذا الكلاصاج هذا. كنديروه في الباماغي، كنحاولوا باش ندوبوه غير بالمهل بالعقل باش كنذوبوه. صافي كنبقاو هكا حتى كيذوب لينا الكلاصاج وكنخليوه يبرد. خصو يبرد مزيان ماشي يدفى، لان انا وقعت ليا واحد المره وخسر ليا الكاطو. درتو شويه دافي بحال يبغي يذوب ليا لا كريم ديال الحلوى.
دونك هنا ملي داب بحال هذا الشكل هذا، انتم كيفاش كتشوفوا اللمعه راه جات اللمعه واعره، يعني عطى واحد المنظر الكاطو اللي غتشوفوا معايا في الاخر جا هائل 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 بزاف. يعني النتيجه كانت غزاله. ما عليكم غير تبعوا هاد المراحل واكيد غادي ينجح معكم هاد الكلاصاج. وكيف قلت لكم ملي كيبرد راه كنضيفوه الكاطو ديالنا من الفوق صافي، وكنخليوه في الثلاجه. كنرجعوا الكاطو للثلاجه واحد 10 دقائق، نص ساعه، ومن بعد ممكن تقدميه. ضروري خصنا ندخلو للثلاجه، وخصو يبقى في الثلاجه حتى تبغي تقدمي الكاطو عاد خرجيه من الثلاجه. وكيف كتشوفوا معايا راه الكاطو جا غزال. وفي فيديو اخر ان شاء الله غادي نشارك معكم المراحل ديال الكاطو حتى النهايه. ما بغيتش نطول عليكم لا فيديو، قلت نبدا لكم بالكلاصاج ومن بعد عاد غادي نوجد معكم الحلوى. هنايا وصلت لنهايه لا فيديو ديالي. كنتمنى ان تكون هذه الوصفه عجباتكم واستفدتوا منها، وتخليوا لي في التعاليق ديالكم كيفاش جاتكم، وتخليوا لي واحد البصيمه. واللي ما مشاركش معايا في القناه يشارك ويفعل زر الجرس باش يوصلوا كل جديد. وبهذا الشكل هذا ما بقى لي الا نودعكم ونقول لكم مع السلامه، والى اللقاء في فيديو جديد ووصفه جديده باذن الله. باي باي.